السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. الحاج صاحب البيت جاي بيسألني بيقول لي هنتعشى ايه النهارده. قلت له زي كل يوم، جبنه ومربى وبيض وبطاطس. قال لي كل يوم جبنه ومربى وبيض وبطاطس، ما تغير لنا كده ونوع لنا واعملي لنا حاجه حلوه. قمت دورت بقى في الفريزر، لقيت الكبد والقوانص موجوده قدام مني اللي محوشاها رمضان. قلت يلا بقى، مش خساره فيك، نعمل لك اكله حلوه النهارده، نعمل لك شويه كبد وقوانص زي الفل. احلى حاجه طبعا لما تبقي شايله حاجتك متنضفه ومحطوطه في الفريزر، وقت ما تحتاجيها هتلاقيها وتبداي تشتغلي بيها على طول. الكبد والقوانص طبعا كنت منضفاهم كويس، شايله كل العروق اللي هي بتاعه الدم اللي موجوده فيها، القلوب فتحاها ومنضفاها ومطلعه منها تكتلات الدم اللي موجوده فيها. القوانص برضو شايله الدهن اللي فيها، وعامله لها محلول النقع اللي هو ملح ودقيق وليمون، ومعاها قشر الليمون كمان، وحاطه معاها ورق لوري والطماطمايه عصرها عليها، ونقعتهم فيها. وبعد كده شطفتهم كذا مره بالميه الجاريه. وبعد كده بقى هبدأ اشتغل بالكبد والقوانص بتاعتي. قطعت الكبد على جزئين، ولو حابه تسيبيها زي ما هي عادي. القوانص هو اللي قطعتها على 3 اجزاء. عندي بصلايتين كده وسط، او بصلايه كبيره قطعتها مكعبات. عندي قرن فلفل بارد وقرن فلفل حراق. التوم، جبت شويه توم كده حلوين، دقيتهم في الهون. طبعا التوم لما بيتدق في الهون بيبقى له طعم وريحه احلى واحسن في الاكل وفي الطبخ، عن ان انت تقطعي التوم مكعبات. اخدت كده نص معلقه من التوم وشلتها على جنب. بقيت التوم اللي موجود في الهون حطيت عليه البهارات بتاعتي زي ما انت عايزه بقى. حطي الفلفل الاسمر، حطي 7 بهارات، حطي بابريكا، حطي بهارات فراخ، وحطي كاري. دقيهم كويس مع التوم، هتلاقي التوم بتاعك ناعم خالص، وهتشمي ريحه البهارات ظاهره جدا وانت بتدق من قبل ما تحطيها كمان في الاكل، هتشوفيها وهي موجوده كمان في الهون. هركن بقى التوم اللي هو موجود في الهون ده على جنب واسيبه دلوقتي، وهنبدأ بقى نشتغل في الكبد والقوانص بتاعتي. عندي على النار طاسة فيها زيت، واسيبها كده لحد لما تسخن. بعد كده ابدأ انزل بالكبد بتاعتي على الزيت السخن. افرد بس الكبد بتاعتي واسيبها، ما اجيش جنب منها خالص لحد ما الاقي المية بتاعتها اللي نزلت منها كده بدأت تروح. كل ما هتقلبي فيها هتلاقي المية بتاعتها زادت. انا مش عايزة المية بتاعتها كده تزيد. نزلت عليها بشوية فلفل اسمر وورق لوري. حسيت ان الكبد كده اتشمعت من تحت، هبدأ بقى دلوقتي اقلب فيها. بشوح كده في الكبد بتاعتي لحد ما تبدأ تاخد كده لون، وكل المية اللي موجودة فيها دي تختفي. يلا بينا كده واحنا شغالين نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، علشان انت تاخدي اجر وانا كمان اخد اجر. اول ما الاقي المية بتاعتها كده اختفت، هاخد التوم اللي احنا نص المعلقة اللي اخدناها، هاخد نص التوم اللي موجود فيها واشوحها مع الكبد. هتشم ريحة التوم طالعة منها، وريحة الكبد حلوة جدا. هبدأ بقى دلوقتي خلاص اديتها تشويحتين لحد ما ريحة التوم تبدأ تطلع عندي واشمها. هاخد الكبد بتاعتي اشيلها من الطاسة، وابدأ اشتغل في القوانص بتاعتي. لو حابة تشتغلي في الكبد والقوانص في نفس الوقت وانتي مستعجلة، حطي دي في طاسة وحطي دي في طاسة، واعملي نفس الخطوات اللي انا بقولك عليها. لكن انا مش عايزة اهدر في المواعين لا، حطيت كله مع بعض. حطيت شوية زيت، وهنزل بالبصل بتاعي اللي انا مقطعاه مكعبات. هديها كده تشويحة حلوة لحد ما احس ان البصل بقى بدأ يدبل شوية. هجيب معايا بقية التوم اللي موجود، اللي كنت شايلاه كده لوحده من غير بهارات، واشوحه برضو مع البصل. بعد كده انزل بالقوانص بتاعتي معاهم. تعالي هقولك على سر كده ما بيني وما بينك. طول ما انا شغاله وبعمل في الاكل افضل ادعي كده واقول يا رب الاكل يطلع حلو. مين فيكم اللي زيي وتبقى خايفه ان الاكل يطلع مش حلو؟ هقلب القوانص كده في البصل والثوم. انا طبعا القوانص عندي مش كتيره، فعشان كده ما نزلتش ميه، لكن لو انت عندك القوانص كانت كتيره هتلاقي الميه بتاعتها نازله فيها. ماشي. هدي دلوقتي رشه فلفل اسمر، واحط معاها كمان ورق لوري، وازودهم شويه ميه
لان القوانص ما نزلتش ميه، لكن لو القوانص عندي كتيره كانت هتنزل ميتها. هزودها شويه ميه، هفضل بقى اسقسق فيها كده شويه بشويه لحد ما الاقي القوانص عندي استوت. يلا بينا نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بص هنا كنت زودتها بقى شويه ميه، هفضل بقى كده شغاله معاها شويه بشويه لحد ما الاقيها استوت واخدت اللون الحلو ده. خلاص كده جربت واحده ولقيتها استوت عندي، هبدا انزل بقى بالكبد والقلوب، لان انا كنت حاطه القلوب مع الكبد. القلوب والكبد مع القوانص اشوحهم كويس تاني مع بعض، وانزل بالفلفل بتاعي اديلهم كده تقلبتين، يا دوب كده الفلفل يتشوح مع الكبد والقوانص، لكن مش هسيب الفلفل لحد لما يستوي. هي كده الكبد والقوانص مستويه، يا دوب بس تتشوح مع الفلفل. هنزل بقى بالملح بتاعي، لان انا ما كنتش حاطه ملح خالص من اول ما بدأت. بعد كده هوريكم بقى السر اللي هيخلي ريحه الكبد والقوانص تجيب لحد اخر الشارع، وهيخلي طعمها وريحتها فظيعه. التوم اللي احنا كنا دقيناه في الهون مع البهارات، هنزل بقى بشويه زيت وبعد كده انزل بالتوم ده. مجرد ان انت نزلتي بالتوم ده هتشم ريحه التوابل والتوم فظيعه، هتبقي مش عايزه تمسكي نفسك، متهيألي ان انتي عايزه تاكلي من الطاسه وهي موجوده لسه على النار. اول ما اشم الريحه كده بتاعت التوم والتوابل ابدا اقلبهم مع الكبد والقوانص. كده الكبد والقوانص بتاعتي كده جاهزه، هطفي عليها وبعد كده بقى اغرف. يلا بينا بقى عشان الحاج صاحب البيت قاعد مستني الكبد والقوانص على نار. ده شكل بقى الكبد والقوانص بعد ما استووا، وحطيتهم كده غرفتهم في الطبق. ما كانش عندي خضرة وقتها، فقطعت شوية جرجير على الطبق علشان يدوا شكل حلو كده ويكسر اللون، وشوية بطاطس، ومعايا كمان مخلي الليمون. بص الليمون بتاعنا حلو ازاي ولونه اصفر وجميل. اللي بيعمل الكبد والقوانص بنفس الطريقة ياريت يقولي تحت في الكومنتات، واللي ما جربهاش ياريت يجربها ويقول لي رأيه. متنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب. مع السلامة.